فتح الباب عليا خويا قريب عندي ذا وزليدة خليتها زينب، هذه العجوز التي تنحدر من قبيلة أولاد نايل، تتفنن في حياكة القشابية. لباس ذو شأن عظيم لدى النيليين، وهم عشيرة إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة. يكفي أن تقاس نخوتك وهمتك هنا بالقشابية لا غير، وهيهات أن تضرب بهذا الموروث عرض الحائط. قد يصل جزاء من يقدم إلى الطرد من العشيرة، ولكن قليل من يعرف أسرار صناعة القشابية التي تنفرد بها المنطقة. وبر الجمال هو الأساس ويعرف بالعقيقة، وتحديدا وبر المخلول صغير الإبل في أول زجة له، نظرا لمتانته وخفته وفعاليته في الحفاظ على الحرارة. نسدوا النسر ندقوا الاوتاد، نسدوا النسر كما هيك تلوح علينا وحده وزوج يسدوا، كان نسدوه نديروه في الخشبه نطوه كما راح ونولوا نعلقوه نيروه، وكان نيروه نعودوا ننزوه كما راح. المرأة هي التي تنسج القشابية ليأخذ الرجل على عاتقه الخياطة والتطريز، والحياكة تعتمد على آلة البشمار أو ما يعرف بالتيال لإبراز القمر، وهو ما يوضع في مؤخرة غطاء الرأس القلمونة. ويستغرق النيليون مدة أسبوع كامل على أقل تقدير لوضع اللمسات الأخيرة على القشابية في شكلها النهائي. أهل هذه المنطقة كانوا يعني في ترحالهم وحلهم على الإبل، وطبعا يستفادوا من هذه الماشية، ماشية الإبل، وطبعا حاجتهم كذلك اللباس، كونه لباس تقليدي، أصبحوا يصنعون من وبر الجمال هذا اللباس التقليدي الوبري اللي هو المتمثل في الجلابة الوبري ومتمثل في البرنوس الوبري. لا تصنع أعداد هائلة من القشابية، كونها تستهلك الكثير من الوقت والمجهود، ولأن الحصول على الوبر الخالص أضحى مهمة عسيرة. البعض منها يسوق هنا في تجمع أسبوعي يعرف بيوم القشابية، وذهلنا لما علمنا أن ثمن الواحدة منها يصل إلى 4000 دولار في بعض الأحيان. قيمة فنية ومادية عالية قد تحرم الفقراء من النيليين من التنعم بتاج الهمة. غير أن لباس القشابية تعدى حدوده الإبداعية وأصبح مصدر عيش الكثير من العوائل المترامية في جنبات هذه المناطق السهبية. لا حول ولا قوة لهم إلا في قشابية يحتمون بها من قسوة المناخ والحياة. قد تغنيك هذه القشابية عن معطف في برد شتاء قارس تصل درجة حرارته إلى ما دون 20، وقد يوصف بالدخيل كل من لم يرتدي هذا اللباس، حتى أصبحنا نسلم بحقيقة أن القشابية أضحت تأشيرة الإقامة بهذه المدينة. رفيق بخوش لMBC في أسبوع، مدينة الجلفة جنوب الجزائر. على لمين هالجوائز؟ هذه أكيد للي يجاوب على سؤال اللغز الشعري، والجائزة طبعا مقدمة من برنامج MBC في أسبوع.